بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نشرح جزء الابلكيشن لايرز اللي كان موجود في اوت سيستمز. كان درس كنا احنا ما جبناهوش. وبعد كده ان شاء الله بنخش في دوكيومنتيشن نقرا فيها شويه. طيب، ايه الابلكيشن لاير دي تعتبر من ضمن الاسئله اللي هي تقدر تفهمك، او البرزنتيشن دي تقدر تفهمك بصوره هي نظري، بصوره عامه كده من فوق الدنيا ماشيه ازاي في السيرفيس استوديو في الاوت سيستمز. ده احنا قلنا عشان بس ما نضيعش وقت، احنا شرحنا قبل كده الاوت سيستمز كومبوننت. ايه هي؟ احنا قلنا من السيرفيس ستوديو والسيرفيس سنتر واللايف تايم والبلاتفورم الانتجريشن ستوديو والفورس. طيب، دي الكومبوننت، الاوت سيستمز كومبوننت. طب الابلكيشن لاير ده موجود فين؟ ده موجود في السيرفيس ستوديو، اللي هو اصلا واحد من الكومبوننت اللي موجوده مين في الاوت سيستمز كومبوننت، عشان ما تلخبطش الدنيا. طيب، جواه ايه؟ جواه اربع تابس: البروسيس والانترفيس واللوجيك والديتا. تعال نشوف دي بتعمل ايه، الحاجات دي اصلا بتعمل ايه. خلينا نشوفها الاول، نبص عليها عشان يبقى نربط العملي بالنظري، ما يبقاش الشغل كله ادي الداتا وادي اللوجيك وادي الانترفيس وادي البروسيس. طيب تعال نشوف كل واحده بتعمل ايه. اولا البروسيس دي معناها ايه؟ البروسيس دي حاجه، يعني مثلا خطوات معينة بتتنفذ بيتم تنفيذها. طلب شراء، طلب مثلا شراء حاجة، طلب أجازة، أي حاجة. يعني مجموعة من الخطوات. يعني أقصد طلب، أما تقدم طلب على حاجة بتروح لحد معين، صح؟ وبياخد عليها أكشن في خلال وقت معين، وقرار، حاجات زي كده، كلمات دلالية زي كده. حلو أوي. البروسيس ده بقى إيه؟ دي حاجة بترن، مش ليها زي كراد عادية أكشن، زي ما كنا بنعمل كرييت أبديت. لا، لا لا خالص، مش هي دي، مش هي اللي في دماغك دي. طب ايه اللي دي؟ حاجه بتنفذ مع الوقت، بتنفذ مع الوقت. ممكن مثلا حاجات اوتوميشن ملهاش ملناش ان احنا نتدخل اصلا فيها، وهكذا يعني. طيب، لما نيجي نقول مثلا بروسيس دي الكيان ده، الفلو، او بص فلو. في عندي تريجر ده اللي هو اول مثلا ما سبميت عند هلانش عند حاجه معينه، مثلا البروسيس الهيومن اكتيفيتي تبتدي امتى؟ عند حاجات معينه، مثلا عند اكشن معين، عند ممكن اعمل لها لانش بالمانوال يدوي، ممكن اعمل لها لانش بروسيس كده يدوي، بس بتبقى في اكشن او في سيرفيس. طيب، لما اجي احس ان في الفلو، يحس ان في بروسيس هتقوم، ايه اللي بيحصل؟ الفلو بينزل على حاجات معينه، مجموعه حاجات معينه. ايه الحاجات معينه دي؟ ممكن مثلا ينزل على هيومن اكتيفيتي، اللي هو ايه؟ انا قدمت طلب، فطبيعي يروح على مين؟ على المدير. سي. طيب المدير هيعمل ايه؟ هي ابروف او يريجكت يعني. ففي حاجه لازم تتعمل لها ابديت للستيتس، اوتوماتيك اكتيفيتي تعمل لها ابديت للستيتس، حاجه اوتوميتد، ما انا مش انا عاملها بايدي، هي ولا حد هيعملها، هو السيستم هيعملها، يعمل لك ابديت للستاتس ديت بنفسه. خش يجيب الريكورد اللي انت بتشتغل عليه دلوقتي، ومثلا يعني احاول افهمك اهو. هنا اهو، خش اجيب الريكورد اللي انا شغال عليه ده، وابتدي ان انا ايه؟ اعمل ابديت للستاتس بتاعه. طيب حلو. بعد كده ويت. ويت دي اللي هو ايه؟ انا هستنى، خلينا مثلا كده، بعد ما دخل المدير وعمل ابديت للستاتس مثلا يعني هستنى الابديت للستاتس، هستنى 3 ايام. خلينا اعمل دي مثلا كده عشان يبقى الترتيب كده. هستنى يومين ثلاثه، اعمل له لو هو ما عملش مثلا حاجه، ما خدش ابروف ولا حاجه، اعمل له ريمايند. هنا اعمل له ريمايندر، اربط مثلا ايفنت معين واقول له يا معلم انت عديت السيرفرز. هنا تيجي حاجه اسمها SLA، سيرفيس ليفل اجريمنت. ابعت له ريمايندر في خلال يومين: يا ريس انت ما محتاج تبص لنا على الريكورد ده. طيب هو خد، بعد كده اخش اشوف بقى الديسيجن اللي خده. هو خد الديسيجن ايه؟ اف ايلس. طب انت خدت قرار ابروف، خلاص خش اعمل ابديت للستيتس. لا ما خدتش قرار بالابروف، خدت قرار مثلا بنو، ماشي يا عم، خش في فلو تاني مثلا، او رجعه لاي حد تاني، او رجعه مثلا مثلا لحد تاني، او وديه عند حد تالت، وهكذا. طيب، تقريبا احنا قلنا معظم الحاجات، اللي هو الويت، الستارت والهيومن اكتيفيتي والاوتوماتيك اكتيفيتي والويت والديسيشن، بس كده خلاص. طيب ده ودي البروسيس الكيان نفسه. طب التايمرز دي حاجه سكيدول، عمليه ايه بقى؟
تظبيط مثلا كل 12 ساعة يعمل لي ابديت، او يعمل لي مسح للداتا، يعمل لي ينظف الداتا مثلا. حاجة بترن في الباك جراوند. التايمر ده ليه، اللي هو ليه شوية خصائص، اللي هو الأكشن اللي هينفذه، إن التايمر نفسه، الأكشن اللي هينفذه، الكونكشن تايم أوت اللي هو 20 دقيقة بتاعه، الايرور هاندلنج لو حصل، البريوريتي، السكادول هو هيتم كل قد إيه، الأكشن اللي هياخده. مثلا يعني أنا عايز أدور على الناس اللي هي موجودة عندي في الداتابيز، العملاء أو الموظفين، العملاء او الموظفين، خلينا نقول اهوت، وادور مثلا لتاريخ ميلادهم ان هو بيساوي النهارده، واقول له يا ريس معلش ابعت لهم ايميل، هات فلتر بقى بالناس اللي هي تاريخ البيرث ديت بتاعها النهارده توداي، هيطلع لي مثلا كذا، فالمفروض ان هو يطلع لي ليست من الناس، فخلاص هفور اتش على الناس ديت وايه، وروح يا معلم، لو ابعت رسائل للناس ديت لما تخلص، بعد كده انت اعمل بقى خلاص تعالى انت كده بس، مثلا يعني. طيب بس خلاص كده، ده تقريبا السكادول بطريقة بسيطة يعني، التايمر والبروسيس. طيب اهو بيقول لك بيزنس بروسيس هو تاسك، اوتوماتيك تاسك، ديسيجن، ايفنت، ويت، تايمر، سكادول، اكشن، اما دايلي، ويكلي، بريوريتي، ليه بريوريتي، اما ان هو نورمال كده او كده يعني. التايم اوت اللي هو التايم اوت بتاعه كونكشن تايم اوت 20 دقيقة، وانت تعمل له ايرور هاندلنج اللي هو لما يفيل او حاجه، فانت بتضطر انت في ميكانيزم كده، وفي بيست براكتس هم عملوه يعني، او السيستمز بتمشي عليه، بتقوم بتقوم التايمر تاني بحيث انه يشتغل. بص هو ده الجود تايمر. طيب ايه تاني، نتنقل على، ننتقل الجزء اللي بعده. على ما يهم الانترفيس، جزء الانترفيس اللي هو شايل السكرينز، شايل الصور. لو انا مثلا عايز احط الايكون بتاعتي ابصيها، انا عندي مثلا مجموعه معينه من الكاتيجوريز، الفئات، والله وعامل لكل صوره فئه، عامل لكل فئه صوره العكس يعني. طيب ايه اللي بيحصل، بحط مثلا الصور هنا وببصي، بقول ان الصوره هتبقى لوكال، الخصائص بتاعتها هتبقى لوكال، وابصي الباث بتاعها او يبقى من هنا كده. بس اخد بالي بقى، اخد بالي وانا طالع ان الصور دي تبقى معايا نفس الباص بتاع مثلا الانفايرمنت بتاع الكيو سي او حاجه زي كده. طيب اهو ده البيست براكتس. بص بيصحي التايمر لو هو تايم اوت خد 20 دقيقة، هو ده حاجة معينة، ده تايمر بينفذ حاجة معينة. وهو كل شوية بيكسكيوت، بيعمل، نبقى نشير اليو ار ال ده. طيب احنا قلنا الايمجز ماشي، والثيم اللي هو الشكل بتاع الاوت سيستمز، الستايل اللي هو الكرنت اللي نازل عليه السيم دوت. السكريبت جافا سكريبت لو انت هتكتب عليه، تكتب جافا كود جافا سكريبت او حاجه يعني. طيب الاكشنز اللي هو الجزء اللي اليو اي بيكلم الداتا. طب هو انت بتكلمه ازاي، عن طريق كرادز اكشنز، دي الاكشنز العاديه بقى. طيب ايه هي الاكشنز ديت، متقسمه عندنا الكلاينت والسيرفر، يا اما كلاينت يا اما سيرفر، ده على مستوى الداتابيس. لو على مستوى مثلا اكسترنال داتابيس فيبقى اي بي اي، الاي بي اي ده حاجه تانية، انتجريشن، اند بوينت، ريستفول او سو، دي اتنين ميثود، في فروق بينهم. طيب السيرفر اكشن ده بيكلم الداتابيز، الكلاينت اكشن على مستوى الفرونت اند، على مستوى الديفايس،
الرول اللي هي القواعد اللي هي اللي انت هتبتدي تتحكم مين اللي هيدخل يشوف الصفحه دي كده. الاكسبشن طبعا انت عندك ايرور، عندك اكسبشن طالع من الداتابيز، ممكن ما تيجي تعمل انسرت الحاجه مثلا فبتيجي تطرقع معاك، فانت لازم تهندل الطرقعه دي. لو انت جيت والله تفاير اكشن حصلت مشكله، فانت لازم تهندل الفرقعه دي برضه. لو مثلا جيت تدخل على صفحه وانت مالكش الصلاحيه، فانت لازم تهندل دي برضه كده. فهو بيقول لك هنا ايه، السيرفر اكشن نورمال سيرفر سو ريستفول، تمام، الرولز انونيمous وريجستر وكاستم رولز زي ما انت تعملها، الاكسبشن داتابيز سكيورتي يوزرز وهكذا. طيب جزء الداتا ده البيانات بتاع داتابيز، الانتي دياجرام دي اللي هي حاجه ايه، بتبقى فيجوال كده، حاجه انت شايفها زي بالظبط الاوت سيستمز لما بيقول لك ايه ان هو في فيجوال ستايل، تقدر تشوف مثلا اي تكتب اي حاجه، وانت لما تيجي تكريت هنا مثلا سكرين اهو، بيقول لك والله انت عايز تكريت ايه، امتي سكرين، ماشي. طب انا لو انا عملت لو انا مثلا عملت قسمت مثلا كولوم هيبقى بالشكل ايه، او مثلا عملت الكولوم كده قال لك هيبقى بالشكل دوت. لو هات الاريا تشارت دي اهو بيبقى بالشكل ده. طب انا لو مثلا عملت اي حاجه مثلا كده، اي حاجه اللي هو مثلا انا يعني انا شايف الايه التغيير، انا مثلا اكتب حاجه يعني ايرور هاندلنج مثلا، انا لقيتها بص دي حاجه انا شايفها بعيني، وممكن انا كمان ايه، ممكن اخلي التكست ده اعدل اللون بتاعه، الستايل بتاعه اخليه لي احمر، بص، أو خلوا لي مثلا اللون ده، نظلله بالشكل ده ونخليه الكار اهو. بص خدت بالك اهو، بتقدر تشوف حاجه فيجوال كود اهو، وهكذا. خليه نو كولر، ماشي، وخلي الكولر ده هنا كده، كده بالشكل ده اهو. فنفس النظام في جزء الداتا، حاجه فيجوال بشوفها دايجرام، بشوف الريليشنز ما بين بعضهم يعني. طيب الانتيتي دي اللي هي البيانات الداتابيز اللي موجوده عندي في السيستم. الكلاينت فاريبل ده على مستوى الابلكيشن بيبقى حاجه متخزنه في يوزر نيم، حتى لو انت عملت ريفرش بتفضل زي ما هي، اليوزر نيم مثلا، حاجات زي كده. او مثلا عدد السطور، او عدد مثلا رقم حاجه يعني ايه، ممكن ان انا بدل ما اكرر كل حاجه ممكن مثلا اعرف كلاينت فاريبل واستخدمه مثلا زي ما انا عايز في اي حته في على الابلكيشن. السايت بروبرتي دي حاجه يعني ليها مميزات كتير قوي، هو يعتبر سيرفر فاريبل بخزنه، مثلا ممكن ان انا اقوم فيتشر توجل مثلا، اقوم فيتشر او اقفلها عن طريق الفيتش، عن طريق السايت بروبرتي. از انيبلد بترو فولس مثلا، لو از انيبلد خلاص فاير الفيتشر توجل، فاير الفيتشر او فاير النيو ديماند اللي احنا عاملينه. لا مش از انيبلد خلاص الدنيا تمام. فدي بتحل لي مشكله كتيره كمان، ان هي بتبقى اللي هي الفاليو بتقدر تغيرها عن طريق السيرفيس سنتر، ممكن تتغير عن في انفايرمنت وانفايرمنت لا يعني، ممكن اغيرها انفايرمنت اللي هي الديفلوبمنت، وممكن مثلا لما هي تطلع على البرودكشن لا انا مش عايز اطلعها دلوقتي، مش عايز اظهرها دلوقتي. فدي حاجه من ضمن السايت بروبرتي ستراكشرز. كومباوند تايب بمعنى ايه، انا في بيانات جايبها اكتر من داتا، عامل جوينز مثلا مع اكتر من بيانات، وعايز حاجات معينه، عايز الكاستمر مثلا، عايز هات لي اسامي الناس اللي عملت اكتر 10 مبيعات على مستوى مثلا الموبايل ده، الموبايل الفلاني. فانا هعمل جوين اكتر من حاجه، اكتر من تيبل فانا عايز استراكشر يلم اجزاء معينه من التيبلز ديت، فبعمل حاجه اسمها استراكشر دي تي او داتا ترانسفير تو، او داتا تو اوبجكت كده. وبحاول باخد الداتا الكومباوند ده هو ما بيخزنش، هو ما بيشيلش فاليو على مستوى الران تايم، اخد الفاليوز ديت احطها مثلا في ليست كده، واظبط الباجنيشن بتاعتها، او ان هي جايه من اي بي اي، فبعمل استراكشر. الريسورسز ديت اللي هي حاجه فايل مثلا بخزنه بي دي اف، انا فايل بخزنه بي دي اف وبقلب عليه بعمل حاجات مع طريقه معينه. يعني مثلا بي دي اف انا كنت عامل فورم دايناميك، وان انا بأصين الفاليوز اللي انا عندي اللي انا عايزها، اي فاليو انا عايزها بأصينها زي ما انا عامل في الفورم،
وهجيب البيانات اللي هي من هنا احطها في الفايل هنا، وينزل للعميل مثلا البيانات بتاعته اللي هو كان عاملها، اطلع له فاتوره، اطلع له حاجه كده. كنت عاملها دايناميك يعني. بس ده تقريبا جزء الابلكيشن لاير. خلينا نخش في الدوكيومنتيشن، نبص عليها كده واحده واحده برضه ونمشي معاها. ده مع ده يعني، بس في ريكورد جديد. شكرا.